أهلا بيكو. النهاردة المصادر اللي معانا بتتكلم عن موضوع يهم ناس كتير: العناية بالبشرة. وتحديداً هنركز على غسول الوجه اللي نقدر نلاقيه بسهولة في الصيدليات هنا في مصر. الهدف إننا ناخد فكرة سريعة كده ومنظمة عن الخيارات الموجودة لكل نوع بشرة. والمنتجات دي أغلبها يا متصنع هنا يا متعبي ومتوزع في مصر. فيلا بينا نشوف المصادر دي بتقول إيه. أول حاجة كده لفتت نظري في المصادر هي قد إيه في منتجات للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب. في أمثلة كتير زي أكني فري واش وستارفيل بتاع البشرة الدهنية وديرما بيور جل وإيفا أكني واش ونوفيكس فارما أكني واش. ده يخلي الواحد يفكر، هل دي فعلا أكتر مشكلة موجودة؟ تمام. دي ملاحظة مهمة فعلا. الانتشار الكبير ده غالبا بيقول إن الطلب عالي، وإن مشاكل البشرة الدهنية وحب الشباب دي شائعة جدا هنا. والنقطة الكويسة هنا زي ما المصادر بتوضح كده، إن كتير من المنتجات دي بتحاول توازن، يعني تنظف كويس وتتحكم في الدهون وفي نفس الوقت تكون لطيفة كفاية عشان ما تعملش جفاف أو تهيج يزود المشكلة. وطبعا فكرة إنها موجودة في الصيدليات وبأسعار معقولة دي بتخليها حل عملي لناس كتير قوي. منطقي جدا. طيب، لو بصينا على الناحية التانية بقى، البشرة الجافة والحساسة، المصادر برضو جايبة قائمة كويسة. فيها مثلا سيتافيل جنتل كلينزر، والملفت انه بيتصنع هنا في مصر، يعني براند عالمي بتصنيع محلي. وكمان في فيجو جيل ديلي مويستشر ثيرابي كلينزر، وديرما بيور جنتل كلينزر، وستارفيل جنتل واش، وبيور ديرم مويسترايزنج كلينزر. صحيح. وهنا بقى بنشوف اتجاه تاني خالص، التركيز كله على التنظيف بس بمنتهى اللطف، مع دعم الترطيب الطبيعي للبشرة والحفاظ على حاجز الحماية بتاعها. الفكرة هنا إن البشرة دي مش محتاجة نشيل منها كل الزيوت زي الدهنية، لا بالعكس، دي محتاجة مكونات تهديها وترطبها ومواد تنظيف تكون لطيفة جدا، وغالبا بتكون من غير عطور وصابون، الحاجات اللي ممكن تعمل تهيج. وموضوع تصنيع سيتافيل محليا ده بيخليه ينافس أكتر في السعر مع منتجات تانية كويسة زي ستارفيل في نفس الفئة دي. تمام. طيب، نيجي بقى للنوع اللي ساعات بيحير ناس كتير: البشرة المختلطة، اللي هي بتبقى منطقة التي زون دهنية وباقي الوش ممكن عادي أو جاف شوية. المصادر هنا ذكرت حاجات زي ستارفيل كومبينيشن سكين واش، وأكني أوت كلينزر، وديرما بيور ميكست سكين جل، وإيفا سكين كير فيس واش، ونوفاكس بيوريفاينج فيس واش. دي فعلا منطقة بتبقى تحدي شوية للشركات وللناس كمان. لو بصينا كده على الصورة الأكبر، المنتجات دي بتحاول تعمل التوازن الصعب ده، المطلوب منها بتنظف كويس الحتة الدهنية وتشيل الزيوت الزيادة، بس في نفس الوقت متجيش على المناطق الجافة وتخليها مشدودة أو ناشفة. فغالبا بتعتمد على مكونات تنظيف تكون معتدلة، مش قوية قوي في التحكم في الدهون زي بتاعت البشرة الدهنية الصارفة. هي محاولة كده لإرضاء الطرفين مفهوم. وآخر حاجة، المصادر بتتكلم عن فئة كمان محتاجة عناية خاصة: البشرة الحساسة قوي أو المتهيجة، ودي ممكن تكون دهنية حساسة أو جافة حساسة. الأمثلة اللي اتقالت هنا زي سنسابيو لوكال، وده كمان تصنيع محلي، حاجة كويسة، وستارفيل سنسيتيف فيس واش، وبيور لاين سوذينج كلينزر، وديرما بيور الترا سنسيتيف واش، وإيفا سنسيتيف كلينزينج جيل. كويس إن في خيارات واضحة للناس دي. بالظبط. وهنا بقى التركيز الأكبر بيكون على تجنب أي حاجة ممكن تعمل مشكلة، يعني عطور قوية، كحول، صابون قاسي، مواد حافظة معينة، لا. الفكرة هنا اللي هو الأقل هو الأفضل، less is more. ممكن نلاقي مكونات مهدئة زي البانثينول أو الألانتوين. وزي ما قلنا، فكرة إن في خيارات كتير متاحة محلياً وبسهولة دي، سواء منتجات مصرية أو عالمية متصنعة هنا، دي ميزة كبيرة جداً، بالذات للي بشرته حساسة ومش عايز يجرب كتير أو يدفع مبالغ كبيرة. طيب، يبقى كده إيه خلاصة كل ده من المصادر اللي معانا؟ الخلاصة إن السوق المصري بصراحة فيه تنوع واضح جدا في غسولات الوجه، سواء بشرة دهنية، جافة، مختلطة، أو حتى حساسة جدا. المصادر دي بتورينا إن في خيارات كتير، وموجودة بسهولة في الصيدليات وبأسعار مختلفة تناسب ناس كتير. وده بيشمل ماركات محلية ليها اسمها، وماركات عالمية بتتعمل هنا. تمام. التنوع والاختيارات دي حاجة ممتازة فعلا، بس ده بيخلينا نسأل سؤال تاني أهم يمكن. صحيح الخيارات موجودة ومتنوعة،
بس إزاي الواحد يقدر يحدد بالظبط نوع بشرته محتاج إيه فعلا عشان يستفيد صح من كل التنوع ده؟ يعني كتير ممكن حد يفتكر بشرته دهنية وهي مختلطة مثلا، أو جافة وهي بس محتاجة ترطيب زيادة. فمعرفة نوع البشرة بدقة دي هي أهم خطوة عشان الاختيار يكون صح من بين كل البدايل دي. فعلا دي نقطة مهمة جدا وتستاهل نفكر فيها. وبكده نكون أخدنا فكرة أعمق عن خريطة غسولات الوجه الموجودة في السوق المصري بناء على المصادر اللي كانت معانا النهاردة.